لو بتشتكي من وجع مستمر في الجسم، عظمك كله بيوجعك، عضلات ظهرك طول الوقت قافشة، بتقوم من النوم ظهرك مخشب مش قادر تتحرك، مهما تنام الوجع مش بيروح، ركبك بتطقطق، لا عارف اسجد اصلي ولا عارف اطلع اتوبيس. انا حتى لما باجي اقعد على الكرسي واقوم رجليا وجعاني، ظهري بيوجعني، انا مش عارف اكشف ايه، ما انا كل حته وجعاني. لو عندك الاعراض دي يبقى الفيديو ده عشانك. لو عندك الاعراض دي ده معناه ان انت بتعاني من التهاب مزمن. وقبل ما اكلمك عن الالتهاب المزمن، ازاي نعالجه، ازاي نعرفه، ازاي نتعامل معاه، الاول عايزه اشرح لك يعني ايه التهاب اصلا. ربنا خالق الجسم بتاعنا مصمم ان هو يعالج نفسه بنفسه. يعني ايه؟ يعني لما بيجيله ميكروب من بره او بيجيله حاجه بيبتدي يفرز مواد معينه، حاجه زي السيتوكاينينز وكذا مركبات تانية باسماء مختلفه، بتبتدي تركيزها يزيد في الدم علشان تهاجم الحاجات الخارجيه اللي جايه دي وتبتدي تتغذى عليها وتخلص الجسم منها. ده بيحصل لما بيكون في دور برد، لما بيكون في جرح، لما بيكون في مشكله. انما لما بيكون نظام حياتك غلط، ودي هشرحها بالتفصيل، بناكل اكل غلط، بناكل مصنعات، ايه اللي بيحصل؟ جسمك ما بيعرفش يتعرف عليها على انها مواد مفيده، بيتعرف عليها على انها مواد ضاره، بس مش ضاره زي الفيروس او الميكروب، فيبتدي يفرز المواد دي بتركيزات لا هي عاليه قوي ولا هو ما بيفرزهاش، بس بيفضل يفرزها بشكل مستمر في الدم. لما بتزيد اللي بيحصل معانا ايه؟ بيبتدي الجسم حساسية الخلايا بتاعته تقل، تبقى هرموناتك عالية بس الجسم ما بيستهلكهاش. يبتدي يحصل عندنا مقاومة انسولين، الانسولين عالي بس الجسم ما بيستخدموش عشان يحرق الخلايا، السكر اللي في الخلايا، فيبتدي مقاومة الانسولين تزيد شوية ونبتدي ندخل في سكر. الكورتيزول يفضل عالي في الدم بس الجسم ما بيستهلكوش، الخلايا ما بتستخدمهوش لان حساسيه الخلايا للكورتيزول قلت. اجي احلل الكورتيزول الاقي الكورتيزول عالي، يحصل معايا ايه؟ حرق الجسم يقل، يبتدي الجسم يحرق سكر بس ما يحرقش دهون، يبتدي الجسم يخزن دهون في منطقه البطن والارداف وحوالين الكبد. شويه والاقي نفسي بدات ادخل في مشكله كبد دهني. وهنا الناس اللي بتيجي تقول لي